إذا ترك الصلاة متعمدا تركها. هذا جاء في الحديث الصحيح أن من ترك صلاة حبط عمله. وجاء في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر يعني متعمدا تركها حتى خرج وقتها حبط عمله. وجاء في صحيح البخاري من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني مني بخسارة كما يمنى بها من له أهل ومال ثم في لحظة واحدة يوتر يقطع هذا المال كله ويزول فيبقى لا أهل ولا مال. هذا لو رآه الناس توجعوا له غاية التوجع ويرون من تفوته صلاة العصر أو غيرها، إما لم يعلموا أو علموا وقالوا لعله يتوب. ترك الصلاة عمدا يذهب الأعمال، لكن إن تاب هل ترجع إليه تلك الأعمال؟ الراجح أنها ترجع، لأن الكافر إذا كانت له حسنات في أيام كفره لو مات على الكفر ما نفعته، فإن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها منثورا. لكن إذا أسلم كما جاء في الحديث أسلمت على ما أسلفت فإنه ينفع.